ولسه مع خفة دم المصريين، لكن المرة دي على تويتر. مجموعة من النشطاء جهزوا قايمة بجائزة أوسكار الثورة. الظريف إن اللي حصد الجوائز لا هم شباب الثورة ولا شهدائها ولا المشاركين فيها أصلا. أمال مين؟ تعالوا نعرف مع بعض. كعادة المصريين دائما حين يستقبلون كل شيء بالسخرية والفكاهة، خصص المعلقون على موقع تويتر مجموعة من جوائز أوسكار الثورة، وده طبعا من باب الفكاهة وخفة دم المصريين. جائزة أحلى من الشرف مفيش صفوة الشريف، جائزة أجمل ابتسامة يوسف بطرس غالي، جائزة الرأفة والرحمة الشرطة يوم 28 يناير، جائزة رصيد مدى الحياة الجيش المصري بدون منازع، أفضل جائزة للرجل الذي يحز في نفسه حسني مبارك، جائزة أفضل تغطية إعلامية لحركة السمك في النيل هي القناة الأولى المصرية، جائزة اللي حب ولا طلشي طلعت السادات، جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن مجمل أعماله مهداة إلى روح الفنان كمال شرلي، أفضل فيلم رعب مليونية الجمعة، جائزة أفضل خطة لتفريق المتظاهرين الجمال والحصنة، جائزة أفضل خطاب سياسي معمر القذافي عن دوره في مسرحية من أنتم، جائزة أفضل مشهد ساخن تامر حسني في التحرير، جائزة أفضل سيناريو الأجندات الأجنبية، جائزة معاهم عليهم عمرو وعماد أديب، جائزة أحسن أداة للتعذيب عن بعد لتامر أمين، جائزة أفضل معركة حربية موقعة الجمل، جائزة أحسن تنظيم الثورة المضادة، جائزة أحسن إحساس تامر بتاع غمرة عن مقطع ما تصعبهاش عليا، أحسن مسلسل واقعي بريزون بريك عن قصة الأخوين مبارك، جائزة أفضل تتبيلة ريش عفاف شعيب، جائزة الإبداع والتنوع لأحمد نظيف وحكومته، جائزة المنبناية الذهبية طبعا أحمد شفيق، جائزة أفضل هروب رشيد محمد رشيد، جائزة السلة الذهبية لقيامه بجعل الآثار في يد كل مواطن زي حواس، جائزة أحسن ممثل راجل عن دور أنثى تامر من غمرة، جائزة أفضل تغطية إعلامية التلفزيون المصري عن كادر نهر النيل أثناء الثورة.